الضيف وعلى بعد ساعة ولا ساعة ونص من انطلاق البرنامج يعتذر عن الحضور بدعوى أن السي المستشار عنده لقاء عاجل مع محامية ديال لاعب جزائري في وضعية ديال المقاضاة مع فريق الوداد، وبأنه عنده واحد الأجل يعني جد دقيق بسبب رسالة توصل بها نادي الوداد وهو ما اطلعش عليها والرئيس ما اطلعش عليها، وبالتالي عندهم واحد لو ديلي من هنا لغدا إلا ما تمش تسوية ديال الملف مع المحاميه اللي جات المغرب فغادي يكون مشكل كبير عند فريق الوداد. هذه الروايه والمبرر اللي عطى الضيف اللي هو السي عبد الرحيم الوزان. نربطوا الاتصال بالسي وكيل السي نسيم السعداوي اللي هو وكيل اللاعبين من الجزائر، واللي بغينا ناخذوا من عنده حقيقه هذه المفاوضات اللي كتجرى الان باش نوضح لخويا الحاله الحقيقيه. اللاعبين ما مشاو للفيفا كما تتكلم الناس ما ولا شيء، داروا للفريق على اساس احنا محتاجين نتوصلوا في بعض الوقت اللي بالفلوس الفلانيه مثلا. اليوم الرئيس راهو في اتصالات مع اللاعبين ومعايا انا اصليا، ومن هذا الباب نسلموا عليه ونقولوا باللي الناس هاد اللاعبين ومعروفين اللاعبين بالك الليبي ولا الجزائريين انهم فيهم الرجوله، يسمى ما يطعنوش الناس في الظهر. العلاقه ديالك السي عبد الرحيم مع السي منصف الخياط على ضوء التسجيل الصوتي الاخير للوزير. السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته. هذا منصف الخياط بلاغ. رأيت اليوم من الولايات المتحدة أن المدعو الوزاني يتكلم باسمي في إطار محادثات متعلقة بالفريق العريق الكبير الحبيب الوداد الرياضي البيضاوي. بغيت نقول للإخوة الوداديين بأنه ما عندي حتى شي علاقة مع الوزاني. هذه 13 سنة خرجت من الوزارة وما بقات عندي حتى شي علاقة معه، حيث أنه في 13 سنة ما عمري ما شفته ولا مرة واحدة. إذا الله يخليكم، الوداد تنبغيوه كلنا وكنحسبوه كلنا وداد الأمة، فريق عزيز، ولكن ما عندي حتى شي علاقة معه ولا مع الوزاني. ما تنسمح حتى شي واحد يتكلم باسمي. اللي بغيت نقول لكم هو أنه اعتزلت الميدان السياسي منذ 5 سنوات، اعتزلت الميدان الرياضي أيضا بعد الخروج ديالي من الوزارة. في نفس الوقت بقيت نساعد عالم الرياضة وعدد من الرياضيين الأبطال في إطار مؤسسة محمد السادس للرياضيين اللي تنفتخر بالعمل ديالها. إذا مرة أخرى الإخوة الوداديين، بغيت نقول لكم بأنه تنبغي الوداد، وعندي الوداد كبير وعزيز فوق راسي، وما عندي حتى شي علاقة لا من قريب ولا من بعيد، لا مباشرة ولا غير مباشرة، مع المدعو الوزاني. ولا مشيتوا تقلبوا على الاسم ديالو راه تلقاو بانه ما سميتوش الوزاني، ولكن هذا موضوع اخر. يلا، السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته. خوت بالروج لك بالمنديماري وبلايده عار الله والعواشر هذه يحركوا يصبيعات. بنادم راه ما غيخلصش على ابوني، بنادم راه ما غيخلصش على البارطاج، بنادم راه ما غيخلصش على الميساج. بالرجوله تعاونوا مع السيد، بالرجوله الرجال، بالرجوله الرجال. كما كانت المهنيه وشويه محافظين على المسافه، والله كنت نقول هذا الشيء اللي كيجيني انا دابا في الخاص. جابوا ليه الحاله المدنيه، حطوها لي دابا هنايا محطوطه. قول لي انا اعلان وانت اش غنقول لك العربي؟ غير على الاسم. والاسم راه عطاونا سميه صافي، قال لك هي هذا هو الاسم ديالو. خوت بالروج لك بالمنديماري وبلايده عار الله والعواشر هذه يحركوا يصبيعات. بنادم راه ما غيخلصش على ابوني، بنادم راه ما غيخلصش على البارطاج، بنادم راه ما غيخلصش على الميساج. بالرجوله تعاونوا مع السيد، بالرجوله الرجال، بالرجوله الرجال. هو عيط عبد الاله اكرم قال لي الدري الشريفي راه حط 40 منخرط وهو 3 الانخراطات ديالو غادي كذا وغادي يتقدم للرئاسه وغادي يفعل وغادي يطلع. دابا اشنو هي الوسيله؟ شنو هي الوسيله باش اننا نبعدوا الدري الشريفي هو المنخرطين ديالو ب 40؟ لان اللي دخل ب 40 غادي يولي عنده اغلبيه. قلت انا كيخصني نطلع على الطلب اللي حط، الطلب اللي تحط تم الاطلاع عليه، نطلع الطلب الكتابه ديال عبد الاله اكرم، الطلب اللي حط مع مرفق بالملفات ديال الانخراط، فيه رساله يعني كي اكومبان لو دوسي، فيها كتقراها لي البنت. انا كنت بالتليفون قلت لها الله يخليك يا بنتي قرا لي الرساله من الدار البيضاء في، ما تحط ما تنقصيش كلمه واحده، حتى انا كنقرا غير عبر الهاتف، كتقرا لي عبر الهاتف. قرات لي من الدار البيضاء في، بقات كتضحك الى السيد رئيس نادي الوداد البيضاوي كذا كذا طلب انخراط. قلت لها عاوديها من الاول، عاودتها بس تسني ليه، عطيه الرسول ديالو يمشي بحاله. قالت لي عطيت الاستاذ عبد الرحيم الرسول معناه ان اعترفنا له بالانخراط ديالو، راه دخل معك منخرط 40 منخرط ديالو. قلت معليش هذا بالحق مشى بحالته، ناضت قيامه علاش الانخراط الدري الشريبي دخل 40 منخرط ودخل كذا ودخل كذا. دوزنا اسبوع من بعد هذا الشيء هذا، جلست مع عبد الاله اكرم والمحامي ديالو، قلت له الله يخليك هذه الرساله ديال السيد الدري الشريبي خصك تجاوب عليها. قال لي اش غادي نجاوب عليها؟ انت عملتي له، انت مشى عند الوداد وحط الطلب ديالو، عطيته الرسول والمريض ما عنده، والسيد راه دار ندوه صحفيه وراه ولا المستغني ديالو.
قلت له الله يخليك هذه الرساله ديال السيد دريس الصايبي خصك تجاوب عليها. قال لي اش غادي نجاوب عليها؟ انت عملتي له، انت مشى عند الوداد وحط الطلب ديالو وعطيته الروسي والمريض ما عنده، والسيد راه دار ندوه صحفيه وراه ولا المستغني وكيعمل البرنامج ديالو كمرشح لرئاسه الوداد. قلت هادشي كله جميل جدا، لكن خصني نرد عليه. اشنو غترد عليه؟ قلت له قرا الرساله، قراها المره الاولى، المره الثانيه، الثالثه، هذا المحامي ما ردش الهفوه اللي كاينه. قلت له سيدي ما عرفتيش الهفوه. قال لي قلت له انا نجاوبك لك، خذ الله يخليك ستيلو ورقه وكتب: الى السيد دريس الصايبي لقد تلقينا ببالغ السرور طلب ترشيحكم رفقه الاخوان من الوداديين كذا 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 كذا، ولكذا من اجله نثير انتباهكم بانه رسالتكم هي موجهه للسيد رئيس نادي الوداد البيضاوي، في حين ان الاسم ديالنا الشرعي هو نادي الوداد الرياضي، ومن اجله نلتمس منكم انكم تصحيح هذا الخطا. وردينا له الملف ديالو كامل. اذا ها هو ما بقاش منخرط. متفقين؟ مشى دار ندوه صحفيه: الوداد البيضاوي، الوداد الرياضي، المغرب كله كيعرف الوداد البيضاوي اشنو. لو كان انا كنتكلم معك قانون وانت السيد دريس الصايبي راك رجل قانون، راك محامي، راه ماشي شي واحد يعني اللي يلا من هبه وداب، انت راك قيمه كبيره، وبالتالي انت ما خصكش تخطا. جاء اسبوع من بعد غادي يجيب الطلب ديالو وغادي يكتب نادي الوداد الرياضي اونغرا كبيره، خلى الموضوع هو وكتبه. عاوتاني عيطت لي الكاتبه قالت لي راه دار لك نادي الوداد الرياضي اونغرا. قلت لها قرا من الاول. قرات من الاول كذلك، عاوتاني نفس الشيء. قلت لها سني ليه وعطيه، سني وعطيه. لا غدا عيطوا لي قال لك ودابا اش غتقول له عاوتاني؟ ها انت دخلتي ما هو الوداد الرياضي دار لك بلا اونغرا، اشنو مازالك ما تقول؟ قلت له خليني نفكر. حتى بقات النهايه ديال الانخراط يومين، عاد جاوبناه برساله اخرى عن طريق المحامي ديال الى اكرم. اش كنقولوا فيها؟ لقد تلقينا ببالغ السرور كذا 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 طلب انخراطكم في نادي الوداد الرياضي، لكن مع الاسف لم تحددوا اي فرع تريدون الانخراط فيه، حيت حنا نادي متعدد الانشطه وعندنا عده فروع. ديك الساعه كان 16 فرع، ما حددتيناش من فرع بغيتي تنخرط فيه. وردت له الملف ديالو وانتهى الفتره ديال الانخراط. هو عيط لعب الى اكرم قال لي ها هو النموذج ديال المستشار القانوني، هذا هو النموذج، ويفتخر ويعتز ومن دار زعما كتعاود فيها السي عبد الرحيم، كتعاود فيها بواحد الطريقه وتعتز وتفتخر بانك تتحايل. خوت برا وجولك بالمندي ماري وبلايده عار الله والعواشر هذه يحركوا يصبيعات. بنادم راه ما غيخلصش على ابوني، بنادم راه ما غيخلصش على البارطاج، بنادم راه ما غيخلصش على الميساج. برا وجوله تعاونوا مع السيد، برا وجوله الرجال، برا وجوله الرجال. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله. سي خليل لاباس عليك؟ الله يبارك فيك سيدي. عواشر مباركه وتحيه وداديه للضيوف اللي معك. الله يبارك فيك. مرحبا. تبارك الله في المستوى العالي. مرحبا خويا. شكون معنا؟ معك خالد اديرو منخرط. سي خالد منخرط، مرحبا خويا. انا غنعطيك بعض الحقائق سي خالد الكراوي باش تعرفها، وباش بعض الجمعيات الوداد تعرفها. تفضل اخويا. اول خبر هو ان المكتب الحالي برئاسه السي عبد المجيد البرناتي لم يتوصل لحدود الساعه بالوصل النهائي من عماله حي الحسني في حدود الساعه الثامن عرف الوصل المؤقت. نعم. هذا انا كنهضر من الجوانب القانونيه، ندوز لك المدعو الوزني. جميع المنخرطين، هادو شي اخبار بالنسبه لبعض الجماهير الوديه تعرفهم. جميع المنخرطين الجدد اللي ادوا السومه ديال الانخراط والسوفه والشروط القانونيه فهم منخرطين في الوداد بقوه القانون، غير هما ما عندهمش الحق يصوتوا في الجمع العام القادم ان شاء الله. جميع المنخرطين لانه ما دوزوش واحد اللي ادوا ثمن الخيارات فهم منخرطين جدد، يعني ما عندنا حتى شي واحد الحق ما نتسناوش حنا حتى الجمع العام عاد يتصادق عليهم. من هنا كيبان بان المرشحين اللي حطوا الترشيح ديالهم واللي ادوا ثمن الخيارات فهم قانونيا عندهم الحق يترشحوا لرئاسه الوداد الرياضي. نعم. قانونيا. ندوزو للسي واخا ما دوزش عام خالد، حيت كاين هذا النقاش واش غيدوز عام ولا ما يدوزش عام على بين الخيارات ووضع الترشيح. لا شوف كتعرف السي خليل هذا يوسف الساكت اللي يهضر معك اللي يسولك. مرحبا. كتعرف بان الجموع العامه سيدته نفسها الجمع العام، ولكن كاين القوانين القوانين البدراويه كان منخرط قبل ما يجي للرجاء. لا كيبقى يعني بحال قلتي ديك القضيه ديال كنرجعوا للجمع العام. لا انا كندوي على القانون ديال الوداد ماشي ديال الرجاء. ممكن يكون في الرجاء قانون اخر. كتكون توافقات. شملي كتكون الجمع العام كتكون توافقات. البدراوي راه معمرو كان منخرط جا الرجاء ومنخرط سير بلاص ولاد الرئيس وجواد زياد نفس العمليه تا هو كاينه. يعني كاين سوابق. يعني هذا ماشي عائق. غير اللي ما يمكنش يكون ممكن هو ان المنخرطين الجدد عندهم الحق يصوتوا. هذا هو اللي كيكون فيه الاشكال في الجموع العامه، ولكن حسب الاصداق اللي كتروج دابا والامور. لا اسمح لي يا خالد، انا باش نفهم معاك. مرحبا. دابا منخرط جديد عنده الحق يترشح ومنخرط جديد ما عندوش الحق يصوت.
لا انا غنشرح لك. لا لا عنده الحق يترشح، عنده حق بيان ولا ما غيصوتش على راسو؟ لا 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 خليها بس مستحيل. ملي كيدوز علاش قلت كان التوافقات، لان ملي كتدخل دابا كتهضر على التوافق، ملي كتدخل الجمعان كتقول ديك الساعه لي كوليس ديال المنخرطين هما اللي عندهم الحق. كاين دابا 89 منخرط اللي عندهم الحق يصوتوا. زيد ياك دابا دوك 89 ملي كتوافق على راسك كيقدم الترشيح ديالو وتقبل ليه غيكون تقبل ليه من لو فار غيكونوا تقبلوا نورمالمون على حساب لي كوليس اللي دازوا اليوم ما غتكون لا عرقله لا والو. الحمد لله الامور غادا تدوز بواحد السلاسه. غير هو ملي كتدخل الجمعان كتولي ديك الساعه كتغلب المصلحه العامه للنادي. على المصلحه العامه للنادي تقتضي هذا السيد كيشوفوا فيه المنخرطين بانه رجل المرحله. وباش نزيد بواحد القضيه اخرى اللي باش الجمهور يعرفها، الوداد راه نادي متعدد الفروع. يعني العلاقه ديال نادي الوداد الرياضي مع جامع الملكيه المغربيه لكره القدم تخص فرع كره القدم فقط. يعني حتى الحضور ديال ممثل الجامعه او العصبه راه كيكون غير قانوني، لان حنا نورمالمون خص يكون ديال وزاره الشباب والرياضه. يعني ملي كندخلوا هنا المنخرطين عندهم الحق ديك الساعه يديروا توافقات يديروا كتغلب المصلحه العامه للنادي. الفرق حنا كمنخرطين الحمد لله كنشوفوا المصلحه ديال الوداد فين كاينه، وراه بدات كتبان ملامح بان الامور الحمد لله غتكون مزيان. اول حاجه هو التقرير ديال موعد الجمع العام اللي كان هو مطلب وننظروا عليه المنخرطين. ومن هذا المنبر السي خالد كنبغي نوجه واحد التحيه كبيره وكبيره بزاف للوينات ديال الناس اللي كتخدم وما كدويش، رغم انهم كياكلوا العطاء في المواقع والصفحات. الناس كتخدم وما كدويش، عارفين المصلحه ديال الفريق فين كاينه، لا بلاغات لا هذا، الناس كتعرف اش باغا واش كدير. هذا من ناحيه. غادي ندوزو للمدعو الوزاني، يمكن باقي شي حاجه بخصوص الخيارات في خالد تعطى. صافي مزيان لا مزيان صافي سي بون فهمتي كلشي. ندوزو للمدعو الوزاني. وانا غادي نفاجئك السي خالد، هذا السي الوزاني اللي كيقول عنده عقد ما عنده حتى عقد كيردو الوداد وما عنده حتى عقد كيردو الرئيس، لا مستشار الفريق لا مستشار خاص. ولكن الرئيس اعترف، لا الرئيس هو اللي اعترف بالتصريح. واش هو الرئيس كشخص عنده الحق يدير عقد مع واحد المستشار ديالي؟ هو كشخص ما عندوش الحق. وراه بالنسبه للنادي راه ما كاينش شي عقد كيربط الطرفين. صحيح. هذا السيد يعني المدعو الوزاني فتعرفوا الاساليب ديالو، كلشي عارفو كلشي نفرو. راه هادشي علاش ما جاش عندكم اليوم، لانه غنعطيك واحد السكوب، لان تم منصف الخياط راه باغي يرفع دعوه قضائيه به. منصف الخياط باغي يرفع به دعوه قضائيه، لان العبد المذنب انا كنت اتصلت ملي خرج واحد الصفحه وداديه اللي كان نكنوا لها الاحترام. خرجت واحد النداء لمنصف الخياط لان سيدي كيخدم سميتو، والسي منصف كان في لازيوطاسيوني. انا اللي اتصلت به وشرحت ليه الموقف كيدير، وصلت ليه في الواتساب هذاك ويخرج بداك التوضيح. وان شاء الله ينفو غيدخل المغرب راه قال لك ما عندوش غير هذا الاشكال، عنده اشكالات كبيره. هو كان عرفتي راك انت عارف السياسيين ملي كيكونوا سي خالد كتعرفوا دوك الزبانيه اللي كيدوروا بهم. نعم بحال هكاك هو الوزاني، بحال هكاك. يعني ما كان عنده لا عقد مستشار مع سي منصف، لا هذا غير انسان كيفرض راسو. سي منصف من خرج من الوزاره وبقات عنده تعالق بالوزاره وهو راه باقي كيخدم لحد الان سميتو في مواضيع اخرى اللي هو كيبقى لسي منصف صلاحيه انه كيفاش يتعامل مع بها. المهم هذه توضيحات. نرجع معاك للموضوع ديال دوك لي تخوا الجيريان باش تعرفوا بانه ما فاهم والو. هذوك الثلاثه في حالتي لما حطوا ملفات الوداد حطوا واحد المسطره ديال عام ديال التقاضي عاد كيجيك الحكم. مسطره طويله كتمشي للفيفا، من الفيفا كتمشي للطاس عاد وانت تراسك الفيفا حتى كيكون الحكم النهائي. ماشي غير الفيفا على يومين 48 ساعه خلصوا ولا هذا. شوف الناس تكتات من هذه الامور بحال هكا، كتكتات من هذه الذوبعات، ولكن الحمد لله الامور في الوداد راه بخير وعلى خير، امور غاديه خدامه، وهذا ما نتمناه. نتمناو الناس تكون ما باركاش. لا الناس ما باركاش، والحمد لله قبل من الموعد ديال الجمع العام غتوضح عده امور، والوداد غترجع للسابق العوده ديال ان شاء الله. شكرا ان شاء الله محليا وافريقيا شكرا لك سي خالد على التوضيحات، ونستافدوا عالميا ان شاء الله. مرحبا شكرا لك سي خالد. عواشر مباركه. مرحبا تبداو حمله التطهير.